نروح لتقرير عن المريخ، النادي العريق اللي بنتمنى له الوصول للدوري الممتاز مرة أخرى، ونرجع مع نجومنا الكبار. في البداية بس نادي المريخ بيقدم التعازي في أسر وشهداء أحداث الدفاع الجوي، ويا رب يا رب يكون ربنا يجعلها دي آخر الأحزان. يعني المحافظ ست اللواء محافظ سماح أنديلس، المحافظ بورسعيد السابق، بأمانة أنا بشكره هنا وبوجه له الشكر، لأن هو من السنة اللي فاتت وهو مدعمنا تدعيم جامد وكان واقف في ظهرنا، واعتقد ان المحافظ الجديد برضه هيسير على نفس النهج، واحنا بنوعده ان احنا هنعمل اقصى جهد عشان نحقق حلم جماهير بورسعيد بالصعود للدوري الممتاز باذن الله. وفي مشروع استثماري احنا عرضناه على سياده المحافظ في اجتماعنا الاخير معاه، والمحافظ يعني اعجب بيه جدا، ووعد ان هو هيجيب موافقه مجلس الوزراء عليه في الاجتماع الجاي او اللي بعد الجاي على طول، وفي خلال شهر باذن الله اعتقد ان هتبدا خطوات اولى الخطوات الفعليه لتنفيذ هذا المشروع، اللي اعتقد ان هو هيساهم في حل ازمه ماليه كبيره في نادي المريخ، ومش هيخليه محتاج للدعم الدائم والمستمر. لا الحمد لله. هم تحديد الدوري طبعا الوقت البلد كمان وقت صعب، احنا مقدرين الكلام ده. هو طبعا الاجتماع الاخير يعني انصف الناس لشغلنا، ما لناش شغل غيره. فالحمد لله الحياه هتعود تاني ان شاء الله، ان كان يوم 19 ولا 20 ولا احنا 24. اداره النادي ما فيش اي مشاكل، في جزء من الناس خد فلوسها، الجزء الثاني كابتن احمد وعد الناس كلها حتى لو الدوري ما مش موجود او اتلغى، لا في دوري، لا في فلوس وفي كل حاجه، الحياه هتفضل مستمره في النادي يعني. الحمد لله رب العالمين، الله يسلمك. لا الحمد لله رب العالمين، رجعت الحمد لله بقوه، وانا عايز انسى ان انا اتصبت اصلا، انا نسيت الحمد لله. فدلوقتي مركز مع الفريق مع التيم الحمد لله، مستواي بدا يعود كويس. فانا بشكر ربنا على الاصابه، وبشكر ربنا طبعا على العوده ان شاء الله رب العالمين. لا التركيز بدا يجي، ومن اول يوم اول يوم عرفنا عوده الدوري والحمد لله ربنا ييسر. انضميت من الرجاء، الحمد لله الهدف اللي كل الناس عايزاه من فرقه ممتاز به، فرقه نادي المريخ، النادي الجمهوري في بورسعيد، اللي احنا لازم نصعد دوري ممتاز، لازم نحقق رغبات الناس ورغبات اللعيبه ورغبات الجهاز الفني والاداره، وان شاء الله كله جاي ما لناش الا هدف واحد، هو الصعود. كان توقف الدوري بالنسبه لنا طبعا كان صعب جدا. انت كفريق نادي المريخ طبعا كنت ماشي بشكل كويس، واخر ماتشين كنا كسبانين، فطبعا ده كان بيأثر بالسلب علينا. بس الحمد لله يعني الجهاز قدر يلمنا ديت عمل كل اسبوع ماتشين، فانت حتى لما بتلعب ماتشات يعني ما بتحسش بالاسبوع، يعني الاسبوع بيعدي منك وبيطير بسرعه، وانت كبرضه كان يعني يعتبر كحافز برضه ان انت بتلعب ماتشات وبرضه بتعيش في جو الدوري. طبعا الصعود بالنسبه لنادي المريخ ده حلم، طبعا حلم بالنسبه لكل البورسعيديه ان يبقى في فرقتين في الدوري الممتاز طبعا بعد النادي المصري. فحلم الصعود بالنسبه لنا احنا يعني حاجه كبيره بالنسبه لنا احنا كنادي بعد فتره غياب نادي المريخ عن الممتاز. فحلم الصعود ده بيبقى حلم بالنسبه لنا، حلم، وبامر الله ان شاء الله بامر الله بفضل الناس اللي كمسؤولين عن الاداره كجهاز فني كلاعبين ان شاء الله قادرين بامر الله احنا نحقق الحلم دوت ان شاء الله بامر الله. السنه في مقوله جايه بتقول ان الفرق اللي ماشيه كويس هي بتتضرر من توقف الدوري. كنا ماشيين بشكل كويس، كنا قربنا نحسم الصعود، جه الوقفه طبعا ده ضرر على الناس كلها، طبعا ما فيش فلوس، الدنيا وقفت. طبعا النادي عندنا غير اي نادي تاني، طلعنا مستحقاتنا، انما طبعا ما فيش لاعب مكافئاتك كنت عاوز تكسب، ففرق طبعا مع الناس كلها. غير كده اصلا انت نفسيا مش مهيئ ان انت تلعب، مش عارف تتمرن بالهدف. فطبعا فبنحمد ربنا الحمد لله ان ربنا قدر رجوع الدوري تاني، وبدانا نستعد من تاني عشان الفتره الجايه، ونفكر في اللي جاي ان شاء الله، والصعود دوري ممتاز هدفنا يعني ان شاء الله. حاجه هو التوقف جاي يعني ضر بالنسبه لنا، لان احنا بدانا نستعد تاني وكسبنا مباراتين ورا بعض وكنا ماشيين كويس، فكانت فتره التوقف دي برضو زي ما قلت لحضرتك عمل ملل شويه، لكن ان شاء الله عندنا لعبه كويسه وقادرين ان احنا نستعيد ان شاء الله قوتنا تاني، وان يبقى الصعود هدفنا ان شاء الله هذا الموسم ان شاء الله. في يعني الاربعه مميزين، جبنا بونجا من الكهرباء حارس مرمى مميز ولعب اخر مباراتين، ومعانا احمد الشحات وكرم حسن واحمد محسن ما شاء الله، يعني حراس ايوه جدير انه يحرس مرمى نادي المريخ باذن الله، وما عندناش مشكله في حراسه المرمى. يعني اللي هي اللي بعد الاحداث بتاعه الدفاع الجوي، احنا طبعا بنعزي أسر الشهداء ونحتسبهم إن شاء الله عند الله شهداء بإذن الله، وبإذن الله يعني الحياة مش هتقف بإذن الله، لازم يعني الحياة تستمر بإذن الله. يعني استعددنا للدوري زي ما كنا أصلا يعني مستعدين قبل التوقف. احنا دلوقتي في المركز الثاني بإذن الله، وربنا كرمنا الماتش الجاي بتاع بور فؤاد لو كسبنا هنصعد مركز أولاني.
شكر خاص للمركز الإعلامي لنادي المريخ، التقرير اللي جات لنا وبرضه في مجموعة أهداف، وشكر